النهارده هنعمل مع بعض حاجة كلنا بنحبها قوي وبنخاف نشتريها من بره. الكبير قبل الصغير كان بيحبها ولحد دلوقتي بيحبها. لو انتي اول مرة تشوفيني، انا ياسمين سعيد من مطبخ ياسمينة. هنعمل مع بعض النهارده البرجر. برجر اللحمة يا جماعة، من اكتر الحاجات اللي كلنا بنحبها وبنشتريها من بره باسعار خيالية، وبنخاف نشتريها طبعا وتكون مش نظيفة، وطبعا مش عارفين هي متكونة من ايه. لا، احنا هنعملها النهاردة في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة وما فيهاش أي تركات. النهاردة أنا معايا قدامك على الميزان نص كيلو لحمة. نص كيلو لحمة مفرومة. هضيف عليه بيضتين. لو انت هتستخدمي كيلو لحمة هتضيفي 4 بيضات، مش هيبان طعمها خالص، ما تقلقيش. وهضيف على النص كيلو بيضتين، وهضيف عليها كيس توابل البرجر. ودلوقتي هضيف عليها بابريكا، ملح، فلفل اسود، بهارات، بهارات لحمة. وهضيف عليها بصل بودر وتوم بودر ومعلقتين نشا. وهنزل دلوقتي عليها بالمكون الأساسي معايا بالفول الصويا. الفول الصويا أنا نقعته في مية سخنة 4 ساعات. بعد ال4 ساعات بمسكه أصفيه كويس جدا وأعصره زي ما انتوا شايفين، وأنزل بيه على بقية المقادير بتاعتي اللي أنا حطيتها قدامكم. كل المقادير دي هقلبها على بعض، وبعدين هنزل بيهم في الكبة بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده، انا ما عملتش اي حاجه، حطيت المقادير على بعض وحطيتها بعد كده في الكبه. ضربتهم في الكبه كويس لحد ما بقى القوام بتاعي زي ما انتوا شايفينه، كلها بقت لحمه اختلطت ببعضها، ما فيهاش اي حاجه. هبدا اكورها دلوقتي واحطها في صينيه علشان ابدا اشكلها قدامك. دلوقتي النص كيلو عمل معايا 16 واحده. بس طبعا 16 واحدة حجمهم غير اللي احنا بنشتريه جاهز من بره. حجمها كبير وسمكها أعلى 100 ألف مرة من اللي احنا بنشتريها جاهزة. هبدأ أجيب دلوقتي المكبس بتاعي علشان أعمل أشكل اللحمة بشكل البرجر. بصوا يا جماعة، شوفوا حجمها قد ايه وشوفوا السمك بتاعها قد ايه. عمرك ما هتشتريها جاهزة من بره من أي شركة وهكون بالسمك ده ولا بالنظافة دي. والا الطعم بقى، الطعم تحفة اكتر منها 100 ألف مرة من اللي مشتريه جاهز. انا هوزن لك دلوقتي النص كيلو لحمة عمل معايا قد ايه وزن من البرجر. شوفي اصلا حجم البرجر قد ايه، وشوفي السمك بتاعه ومدى نظافته، واحنا عارفين حاطين ايه وجايبين اللحمة منين. يعني هتاكلي وانتي مطمنة. ال16 واحدة برجر عملوا معايا كيلو ونص وزيادة كمان. يعني نص كيلو لحمة عمل معايا كيلو ونص. طب لو عملت كيلو لحمة هيعمل معايا 3 كيلو برجر. لو عملت كيلو لحمة هيعمل معاكي 3 كيلو برجر. انتوا متخيلين؟ يعني عمرك ما تفكري تشتريه من بره تاني وانتي مش عارفة اصلا الحاجة بتشتريها مصدرها ايه. هبدأ اعمله معاكم دلوقتي وهقليه معاكم وتشوفي شكله عامل ازاي بعد ما يستوي. مش هيكش اصلا. اللحمة هتحافظ على سمكها، طعمها تحفة 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 بجد. هتندمي لو انتي ما جربتيهاش وعملتيها في البيت. اوعي تشتري البرجر تاني من بره. شوفي النظافة وشوفي لونه وريحته كانت خطيرة بجد. لازم تجربوه وتعملوه لولادكم يا جماعة، والله ما تشتروه من بره تاني ابدا، اوعوا. ما احنا مش عارفين الشركات ولا الجهاز ده بيبقى عامل ازاي. يعني اعمليه في البيت احسن. بصي الشكل، والله خطير خطير بجد يعني. جربيه واعمليه. والباقي هتحطيه في الفريزر. انا طبعا ما عملتش كله، انا عملت على قد ما احنا هناكل بس، والباقي انا حطيته في الفريزر. وقت ما تعوزي تطلعي منه طلعي منه على قد ما هتعمليه. دلوقتي انا هعمل صوص البرجر. الصوص اللي هو اللي بيقولوا عليه صوص ماك. الصوص بتاعي عبارة عن كاتشب، وضفت عليه مستردة، وهضيف عليه مايونيز. المايونيز ده انا كنت عاملاه قدامكم قبل كده في فيديو قبل كده، هاتيه من الصفحة بتاعتي. وحطيت عليه معلقة صغيرة باربيكيو. الباربيكيو ما تكترهوش علشان ما يغيرش الطعم. حطي الحاجات دي على بعض وقلبيها كويس قوي من غير اي توابل ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجة. هيديكي الصوص بتاع ماك بالظبط. متخيلين؟ يعني كمان انا وفرت الصوص اللي انا بشتريه بقد كده من بره ونقعد نقول عاملينه ازاي. لا، انت عملتيه في البيت. وجبت دلوقتي العيش الكايزر بتاعي هضيف عليه الصوص، وبعدين هحط عليه الكابوتشا، وبعدين هضيف عليه البرجر بتاعي. وجبت الجبنة، انت ممكن تستغني عنها
لو هي غالية مثلا او كده، او انتي مش حباها ما تحطيهاش. وشرايح بصل برضو لو انتي مش عايزة تستغني عنها استغني عنها، مفيش اي مشكلة. والطبقة اللي فوق بتاعة العيش انا دهنتها تاني من الصوص بتاعي اللي انا عملته. ايه رأيكم في الساندوتش؟ والله خطير يا جماعة، بجد جربوه. مش هتندموا والله خالص. دلوقتي اللي انا عملته، وعملت ساندوتش دبل. تعالي شوفي بقى بجد، انتي بتشتري الساندوتش ده من بره بكام؟ الدبل بقى كمان. يعني مش قادرة اقولك السعر هيبقى رايح لحد فين. انتوا طبعا كلكم عارفين. بصي المنظر، مفيش اكتر من كده نظافة، مفيش حلاوة احسن من كده. بصي انا حطيته بقى وقدمته للولاد زي كأننا شاريينه من بره، واحسن 100 الف مرة كمان. مع الصوص اللي انا عملته قدامكم مع بطاطس محمرة. وحطيت بقية السندوتشات. في احسن من كده؟ برضو هقدمه لكم بطريقة تانية وشكل تاني. يعني لو انتي حابة تعمليه لجوزك كده عشاء لطيف في البيت بالليل، من احسن ما تخرجوا وتشتروا وتدفعوا حاجات كده اسعار خيالية. لا، احنا ممكن اصلا كل حاجة نقدر نعملها في البيت من غير ما نشتريها من بره ومش عارفين نظافتها عاملة ازاي. قولي رأيك في الكومنتات، واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس ودوسي لايك للفيديو.